الفيديو اللي كيسناوه المتتبعين ديالي كامل هو الفيديو ديال العرس اختي. واول حاجه قدرنا نبداو بها الصباح ديال العرس هي هاد الحلوى هادي نعدلوها في كويغطات ونعدلو في قيقصات ديالنا التطوانيين اللي كانوا بزاف تبارك الله معايا الناس التطوان. وتحيه لكم من هذا الفيديو هذا. وعندكم حسب لك اختي هذيك 200 درهم بصح غير ضحك. المثال هاد 200 درهم شتي واخا دعمل اختي شنو ما بغيتي في العرس، تخسر شحال ما خسرتي ودردي الناس شحال ما رضيتي ودعمل احسن ما كاين في الحلوى. هضرين شتي واخا تزيد لهم ديك 200 درهم عيهضروا خلي هادشي بيناتنا. وهاد الهضره هادي اختي كدعني هو انك عمرك تحاول ترضي شي حد اكثر من الاستطاعه ديالك او اكثر من الطاقه ديالك، والواحد هو يعمل داكشي اللي قال له عقله وداكشي اللي قادر عليه في الاستطاعه ديالو. وقبل ما ترضي شي حد اكثر من طاقتك فكر واحد الحاجه، هو انك واخا تقطع لحمك وتفرشها له وتخليه يدوز عليها من الفوق يقول لك ما فرشتيها ليش. اذا حيدتي عينك بجوج وعطيتيه يشوف بيهم يقول لك ما كنشوفش مزيان. والناس مستحيل دنا الرضا ديالهم، غير خليك على الطبيعه ديالك وعمل لك يقول لك عقلك واللي انت مرتاح فيه. هنا ضروري ما كنصور معكم اللحظات اللي كتكون قبل العرس او نهار العرس بالضبط. هنا جاو الناس اللي مكلفين بالقاعه كيعاوطوا لنا داكشي كامل، وانا هنايا غندخل لكم اختي عند الطباخه. هنايا جبرتهم كيشرملوا اللحم كيعدلوا لها العطريه ديالها وداكشي اللي كيتعدل لها. الطباخه هذه البنات هي ديال العام اللي فات، هي اللي كان طيبت لي العرس وحده اخرى اختي. الطياب ديالها غزال تبارك الله، اللي كيذوقوا كيحمق على الطياب ديالها والبنه. وهاد السيده هذه معروفه عند الناس بالبنه ديالها. اما المعامله ما نهضروش عليها، كطيب في المناسبات الصغيره والكبيره. الا بغيتوا الرقم التليفون ديالها نخليه لكم دخلوا عندها. كطيب لاي مناسبه سواء كانت خطوبه ولا درب صداق ولا عرس ولا صداقه، اي حاجه بغيتوها مرحبا. وهنا كانوا كيطيبوا الحمص بالكرشه هي اللي عندنا اليوم الغداء. احنا ما عندناش الغداء، عندنا العشاء. الجداد واللحم كنخليوهم للعشاء وكنتغداو بالقليه. وهاد الجداد هادو كنت شاركتو معاكم نهار قبل الحنه، هي اللي شرملاتو. هاد جداد هما اللي كنت شاركت معاكم نهار الحنه قبل، واخا ما خليتي ما قلتي عليهم اختي عارفك حادقه وكلامك هو الكبير. هاد الهضره هادي المسمومات. المهم اختي حتى نسالم من هاد الشيء هذا ونرجع لكم بشي فيديو اخر ان شاء الله بواحد الطاقه. غير كنخرج من عندهم كنرجع نشوف داكشي كامل باش كنصور المتتبعين ديالي، وكنبغي نعيشكم معكم بحال هاد الاجواء هذا، خصوصا الناس الجاليه. صورت معكم هاد الشيء هذا كامل وانا باقا ما فطراشي، كنت كنشرب غير القهوه كحله. المهم عارفين الشهيه كتكون مشدوده. وهنا هاد الطبيله هذه الفطور كانت موجدها خالتي، مع انا ما فطراشي غير دخلت وكليت شي حاجه. منين كيكون في شي فرح ولا انتينا مشغوله وفرحانه الشهيه ما كتكونش، كتكون الشهيه مشدوده. هنا جا السيد جاب لنا القشوع اللي مكلف بالقاعه وجاب لنا حتى الكرسي. اي مناسبه كانت عندكم صغيره ولا كبيره، خطوبه درب صداق اسبوع عرس، دخلوا عند هاد السيد، عنده البوفي، عنده اي حاجه بغيتيها في المناسبه ديالك. المهم دي جيبوا عناني نخلي لكم رقم التليفون ديالو. بالنسبه للقاعه انتينا اللي كتختار الوين اللي بغيتي. باج الانستغرام ديالو عاد دخلوا عنده، تكون عندكم شي مناسبه رقم التليفون ديالو اللي بغيتيه اختي عطلبه منه. الاهم في هادشي هذا كامل هي المعامله. كتهضر معاه كيتكلف لك باي حاجه بغيتيها واي حاجه طلبتيها منه كيجيبها لك في هذاك النهار. فاش كتجي من عنده القاعه كيهنيك من كل شيء، كيهنيك من اي قشعه كانت كبيره ولا صغيره. حنا اختي هنايا عدت العرس شهر 8 فيه 8. المهم هذا النهار هذا الفيديو هذا كيتنشر معطل، وركزت غير على البياض والبلونكاسي فقط. هاد الكرسي هذا باقي عنده جديد، عدلته في بلونكاسي وركزت كما قلت لكم على البيض. ونرجع معكم اختي عند الطباخه. هنايا كان طيبت جداد وكانت الغدا قربت الطيب اللي حنايا غنتغداو بالقليه. هنايا كطيب جداد من العشاء كما قلت لكم، عندنا العشاء جداد واللحم والفلان. وبالنسبه للعرس كل واحد قد الاستطاعه ديالو، كاين اللي كيعدل بسطيله، كاين اللي كيعدل بسطيله د الحوت. المهم اختي كل واحد وقدر الاستطاعه ديالو. هنايا القليه كانت طابت، شوفوا معايا البنات والله كانت فيها عندها واحد البنه غزاله لذيذه، كلشي عجباتو، خاطره بنينه طيبه مزيان. المهم اختي ما عندي ما نقول تبارك الله عليها. هنايا جلسنا كنتغداو. هاد النهار هذا العرس ما كناش بزاف بينا، كانت غير عائلتي المقربه الصغيره، ما كانوش اصلا حتى عائلتي اخرى، ما كانت غير في الليل وصافي. وهنايا با شافني كنصور وكيقول لكم السلام وكيقدم لكم واحد التحيه من هذا الفيديو هذا. وطبعا انا هي اختي هاد العروسه الكبيره مكلفه بكل شيء وكنشوف كل شيء، وضروري ما كتسمع مريم اجي مريم شوف هادي مريم فين هادي مريم فين وصلوا السربايه مريم فين وصلوا نساد العماريه. اختي هي الفرحه ديالي. انا عندي جوج دخواتاتي مزوجين البنات، وحده في اسبانيا وحده في فرنسا، جاو ما باقي والو العرس. اي واحد خدم معانا ولا خدمنا معاه كان كيعرفني انا. ودابا جات الوقيته اللي كنلبسوا علينا. واختها هاد العروسه وماما هاد العروسه وخوات هاد العروسه بصفه عامه خصهم يكونوا لابسين قبل الضياف. انا لبست عليا التكشيطه ديالي، فتشت على الصباط جبرته باقي اختي بوحمد، ديبانيت بهذا اللي فاجلي ومشى با يجيب لي الصباط ديالي اللي بقى بوحمد. ومن خلال التجربه ديالي ديال العرس اختي العام اللي فات وهادي، واخا دعياد وجدوا في العرس، واخا تجهزوا ودعوطوا كلشي ودعدلوا كلشي على بكري، ضروري ما كيتنسى شي حاجه. مثلا انا نسيت الصباط ديالي وانا شاريه غير على قبل العرس. وماشي غير هادشي هذا، حتى الحلوه اللي جبناها للبوفي
البوفي. شاريين اختي 160 درهم د الحلوى الشوكولات اللي عندكم في البوفي مع التمر والعصير. شكون اللي فكروا؟ انا كنت جالسه قريبه على البوفي انا وماما ربي حفظالي وما رديناش البال مره. وفي اخر ساعه اللي عرضوا فيها البال هي فاش عاد خرج العروسه بالاميره. وفاش اختي غنشوفوا فينا هي الحلوى غنجبروها كيف العاده باقا في بوحمد ما جاب حتى شي حد. ودي اختي جات غير في الحلوى ما عندنا حتى شي مشكله اختي الدنيا هانيه المهم كلشي داز بخير وعلى خير. وهذه نبا الحنان لابسه التكشيطه ديالها بحال الوريد. ودابا عاد تشوفوا العرس الشمالي ديالنا كيفاش كيدوز. واول لبسه كتلبسها العروسه هي اللبسه التطوانيه. حتى كتخرج العروسه باللبسه الاولى عاد كيجي العروس وبالدقه مراكشيه. فاش كيجي العروس ضروري خصو يجبر العروسه جالسه فوق الكرسي. وهنا كانت الدقه مراكشيه. هنا هاد الساعه هادي كان جا العروس. من مورا التطوانيه العروسه كتلبس البيسه ديالها الثانيه هي التكشيطه وكتكون خفيفه. كتكون تكشيطه طبعا شي حاجه مسيونه شي حاجه هماويه وكتركب فوق العماريه. من المور ما كتخرج العروسه بالاميره ضروري ما كيكون اتاي والحلوى. وتبارك الله على السربايه وتحيه ليلو من هذا الفيديو هذا. بغيت نشكرهم على التعامل ديالهم في هاد الليله هادي. كانوا مكلفين غير كيجيو عندك كتقول لهم كطلب منهم داكشي اللي بغيتي نتينا وطبعا كيتكلفوا لك بداكشي اللي بغيتيه كامل. وهاد السربايه شفنا منهم الظرافه شفنا منهم ابتسامه شفنا منهم الخفه في الخدمه شفنا منهم بزاف د الحاجات. ومن خلال التجربه ديالنا معاهم في الخدمه الاولى والثانيه وهذه الثالثه ما شاء الله عليهم وتبارك الله كنصح بهم اي وحده عندها شي مناسبه. وليكيب اللي عند فدوى تبارك الله عليهم وما عندهمش غير سربايه عندهم حتى هاد ممنوع التصوير. واحسن حاجه عدلوها هي هاد ممنوع التصوير. العروسه كتبقى مرتاحه ومهنيه مع يصور حتى شي حاجه. وحتى ماما هاد العروسه حتى هي ما كتحاشم مع حتى شي واحد انه حيد له التليفون ولا تقول له ممنوع التصوير. ومع فدوى وليكيب ديالها عتكون مهنيه من هاد القضيه د التصوير. كيخرجوا مع العروسه في اللباس ديالها كاملين كيكونوا حارسين مزيان عليها حتى شي واحد ما يصور. كيعدلوا الخدمه ديالهم متقونه. انا بعدا كنصح اي وحده عاد عدل العرس ننصحك اختي بهاد ليكيب هذا ضروري تجيبو في المناسبه ديالك. وهيدا كتكون مهنيه من تصور مهنيه من كلشي. وفدوى ما عندهاش غير هادشي هذا كما قلت لكم كتمشي عندكم في اي مناسبه. غنخلي لكم رقم التليفون ديالها وحتى الانستغرام دخلوا عندها قولوا لها جينا من طرف مريم فلوق. وعاد تهلا فيكم مع التعامل مع الناس ديالي بزاف. ايوا هانتينا اختي قول ما تهليتش فيك جبت لك سربايه وممنوع التصوير في دقه واحده. اللي عايهنك اختي مونطرو صبر على 2 مرات وفتش على 2 مرات واللهم وحي حدا بارك اختي فدوى عندها كلشي عاد تجي عندك عاد خدم لك والمعامله ديالها طيبه بزاف. ورجع معكم اختي الفرحه ديالنا. هذه البسه الثانيه لبس انا عليا قفيطن ديالي خفيف. والعروسه هنايا خارجه بالميده هذه البسه الثالثه عندها. وهذه البسه هذه كاين اللي كيلبسها في الخضر وكاين اللي كيلبسها في القرونه. انا اختي كما قلت لكم هنايا لبستها في القرونه حيت اختي العام اللي فات لبستها في الخضر. وهذه البسه هذه عندنا فيها كتحني العروسه وضروري ما كتبكي وكتبكي ماماها. وكنظن حنايا المغاربه كاملين في هذه اللحظه هذه كاملين كنبكيو وكتعجبنا وقاعده اي واحد كيعدلها. هذه هي اللي كنتفقوا عليها كاملين هي هذه البسه هذه د الحنه. اما اللباس اللي باقيين كاملين كل واحد وشنو كيختار. العكس د هذه البسه هذه د الحنه. ودابا جات وقيته د العشاء كنبداو نعشيو فاش كتخرج العروسه بالميده د الحنه. وهنايا اول طبق سبقنا به هو اللحم بالبرقوق. وكاين اللي العكس ديالنا كيسبق من جداد. هاد اللحيمه هذه جات بنينه وجات معلكه وغزاله. ومن المور ما كناكلوا اللحيمه كناكلوا هنايا الجداد بالدغميره. وحتى الجداد ما عندي ما نقول عليها جاو غزالين فتيين وفيهم مذاق كيحمق. هانتوما كتشوفوا كلشي على عيناكم والحمد لله كلشي شكر طيابه. الا انتينا هنا اللي غتشوف التعاليق وضروري ما تعمل واحد التعليق اللي غيكون سلبي. وبحال هاد التعاليق هادو ضروري انا مولفه عليهم وعارفه راسي اي فيديو كنشرو كيكون عليه تعاليق سلبيه. هنا جات اللحظه اللي غناكلو فيها الفلان. وقبل ما نسالي اختي هاد الفيديو هذا من بعد ما جبت لكم السربايه وجبت لكم حتى القاع. دابا اجي اختي معايا تشوف ما كاينش شي عرس كيدوز بلا زيانه. ودابا عاد تشوفوا معايا بعض التفاصيل الخدمه ديالها. وقبل اختي غنعرفكم عليها. زيانه هي اختي فاطمه الزهراء اللي عامله لها. وهاد البسه هذه التطوانيه اللي برزت بها هاد البسه ديالها كاينين متوفرين لا هي للاميره وكاين حتى الفلد الحنه في الخضر وكاين في القرونه. وبالنسبه للبيسات كاينين عندها بزاف كتمشي حسب الاختيار ديال العروسه. شويه من الخدمه ديالها هنا كانت كتلبس العروسه ديالها الشده الطنجاويه. ونزيدك اختي ما عندهاش غير التكاشط عندها حتى الميده وعندها العماريه. وباش نسهل عليك الامور اختي هادشي هذا كامل كاين حتى نساد العماريه وكاين حتى الكاميرا. غنخلي لكم الانستغرام ديالها دخلوا عندها حتى رقم التليفون ديالها ديال الخدمه. وبالنسبه للناس اللي كيسولوني على الانستغرام ديالها القديم هذاك الانستغرام البنات ما بقاش دابا عاودت واحد اخر جديد. وبزاف د الميساجات كانوا وصلوني فين غبرت هي ماشي غبرت هي غير الانستغرام ديالها كانت تسرق. وبالنسبه لزيانه اختي كتخدم فين ما كنتي داخل طنجه داخل تطوان كتمشي حتى لجبهان امتر يعني فين ما كنتي كتجي عندي. هادشي اللي شفتو معايا هادشي غير شويه من الخدمه ديالها. يلا اختي خليت لك الانستغرام خليت لك حتى رقم التليفون دخل عندها وقول لها جينا من طرف مريم فلوق. قبل ما نوصلوا لنهايه الفيديو غنعرفكم على الكاميرا هاد البنيته غزاله اسمها دينا كتصور تصويرات مزيونين كتصورك بالكاميرا وكتصورك حتى بالايفون. واهم حاجه في هاد البنيته فيها المعقول والخدمه ديالها نقيه. وحتى هي كتمشي عندك فين ما كنتي كانت مناسبه كبيره ولا صغيره ما كتمشيش غير للعرس كتمشي سواء كان اسبوع
عيد ميلاد، خطوبه، ضرب الصداق، يعني اي مناسبه عندك كتجي عندك. اختي شنو باقي كتسنى؟ جبت لك كلشي، ما عليك انت دابا تجيب غير العريس. الله يكمل عليكم بالخير. وما تنساوش تدخلوا عند الكاميرا ديالنا دينا وتقولوا لا جينا من طرف مريم. وهنا كيسالي الفلوق، تهلاو لي فراسكم.